بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حمدين صباحي، المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. ولدت عام 54، تخرجت في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 76. عملت صحفيا مراسلا لجريدة الخليج، ثم رئيسا لتحرير مركز إعلام الوطن العربي صاعد، ثم رئيسا لتحرير صحيفة الكرامة حتى عام 2010. فتح مخك وفكر صح، واوعى تنتخب حمدين صباحي. عارف ليه؟ علشان شعبية حمدين قليلة وفرصه في الفوز كمان قليلة، فبلاش تضيع صوتك يا راجل. انت عارف حمدين صباحي قدم كام توكيل؟ وعارف ابو الفتوح قدم كام توكيل؟ طب قول لي، تعرف عمرو موسى قدم كام توكيل؟ الحقيقة حمدين قدم 42525 توكيل، أما أبو الفتوح فقدم 43066 توكيل، أما عمرو موسى فقدم 43906 توكيل. طب تعرف إن أكبر عدد توكيلات خرجت من الدلتا كانت لصالح حمدين صباحي؟ وعارف كمان إن عدد كبير من توكيلات حمدين صباحي ما تقدمتش للجنة العليا للانتخابات عشان أصحاب التوكيلات اتأخروا في تسليم توكيلاتهم. طب فكر معايا، عارف ازاي المرشحين التانيين جمعوا توكيلاتهم؟ عارف ان بعض المرشحين نقل المؤيدين في اتوبيسات للشهر العقاري؟ يا ترى تعرف عمرو موسى دفع قد ايه فلوس عشان يجمع توكيلات؟ وعارف ان حمدين ما استخدمش اتوبيس واحد عشان ينقل مؤيدين؟ عارف ان حمدين وحملته مالهمش مندوبين على كل مكاتب الشهر العقاري زي باقي المرشحين؟ حضرتك ممكن يكون عندك اي تحفظ انك تظهر في اي مناظرة امام اي مرشح اخر؟ لا، أنا أعتقد التحفظ أو الامتناع عن الظهور في مناظرة هو ضعف، يعني لا أقبله على نفسي. وبالتالي أنا عاوز أقول لحضرتك بطريقة واضحة إن أنا أرحب بأن أكون في مناظرة مع أي من السادة المرشحين. بالعكس، أنا بطلب منهم أن يكونوا في حالة مناظرة معي، لأن جزء كبير من إن الرأي العام في مصر يستبين بوضوح هو هيختار مين في المناظرة اللي هتتم ما بين المرشحين الرئيسيين. وعارف كمان ان كل مرشحي الرئاسة رفضوا مناظرة حمدين صباحي مناظرة علنية وبدون توضيح اي اسباب مقنعة. حمدين صباحي بعتبره واحد مننا، ولقيت اهم شيء في الشعار الحملة بتاعته واحد مننا. هننا انا يعني ليا ميل ليه لأنه تاريخه النضالي واضح وطويل. راجل ضحى وقاوم طول الوقت وأثبت ذلك. طب تعرف إن أغلب الصحفيين والفنانين والكتاب والمفكرين والأدباء والشعراء ومش بس كده وأمهات الشهداء كلهم أعلنوا تأييدهم لحمدين صباحي. انا مصري من ساس الراس، عشقك انا ليا زمان، كنت انا فيك وفي حواريك، صحبتي ده في كل مكان. انا مصري فداك يا مصر، جايب بايديا النصر. انا مصري فداك يا مصر، جايب بايديا النصر. طول عمرك يا منارة العصر، حضنك لقلوبنا امان. قول لي بقى، لسه شايف ان شعبية حمدين قليلة؟ لسه هتقولي انك بتحب حمدين ومقتنع بيه بس مش هتنتخبه لانه مش هينجح لان شعبيته قليلة؟ طب ايه رأيك في سيدنا علي رضي الله عنه؟ شوف بيقول لك ايه: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكين. اخويا المصري، بوجه لك رسالة في وقت مصر فيه محتاجة كل واحد فينا يعمل الصح. شوف البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي بيقول لك ايه، وفكر تاني وافتكر ان صوتك امانة
اديه للأصلح. حسام مصباح.